اهلا بيكم في فيديو جديد لفيلم جديد. حدثتنا النهارده اكشن وفنون قتاليه اسمها روني كينشن البدايه. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه لو مش مشترك وتفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو بنعمله. بيبدأ الفيلم بمشهد سنة 1864 أيام ما الإمبراطورية اليابانية كانت بدأت تسمح للتجار الأجانب إنهم يمارسوا تجارتهم في اليابان. في الوقت ده كانت الحكومة اليابانية بتقودها من الأحزاب جماعة الساموراي شاجون، ومع قوة شاجون وسيطرتهم على كل شيء بدأت مجموعة من الأحزاب إنهم يتمردوا علشان يرجعوا الحكومة لسيطرة الإمبراطورية وقوتها القديمة. والأحزاب اللي انقلبت على شاجون دي كانوا من مقاطعات ساتسوما وأيزو وتوسا وشوزو. وبعدها المشهد بيتغير وبنتعرف على عيلة سوشيما اللي حكموا على شاب بالإعدام علشان عرفوا إن يبقى واحد من جماعة المتمردين على شاجون واسمه كينشين. وبعد ما بيحققوا معاه لفترة طويلة وبيعذبوه باستمرار، واحد من عيلة سوشيما بيقرب من كينشين وهو متكتف وبيستفزه بالكلام. وفي لحظة كان كينشين استغل الفرصة وهجم على الراجل وأكل ودانه وبدأ يقاتل الموجودين مع إنه متكتف. وساعتها بياخد سيف من على الأرض ببقه وبيقتل بيه كل الساموراي الموجودين في البيت. كل ده وهو لسه بيتكتف، وبرغم كده ما كانش حد قادر عليه ولا عارفين يوقفوه عند حده. وتاني يوم بيجي ساموراي اسمه هاجيمو ومعاه قوة من الشرطة، وبيشوفوا إن كل اللي كانوا في البيت مقتولين. وساعتها بيعرفوا إن الجريمة البشعة اللي حصلت دي بسبب علاقات عيلة سوشيما وولائهم لجماعة شاجون. وفي الليلة دي كينشين قتل برضه عدد كبير من الساموراي من عشائر مختلفة كانوا مواليين لشاجون، وفي ثواني كان مخلص عليهم كلهم. ومع انه كان لوحده بس كينشين كان سريع جدا وما كانش هيسيب منهم حد لولا ان كان في ساموراي شاب قاعد يترجاه يسيبه يعيش علشان في حد بيحبه وعايز يحميه. وفعلا كينشين بيسيبه ويمشي، بس الساموراي بيغدر بيه وبيهجم عليه تاني عاوز يقتله، وكان بيقول له كده علشان يخدعه ويتمكن منه ويقتله. بس اللي بيحصل ان كينشين بيقتله وبيطلع من المعركة دي بخدش في وشه بس. وتاني يوم كينشين بيروح لمقر المتمردين وبيقابل قائد المتمردين كاتسورا وبيبلغه بالمجزرة اللي عملها ليلة امبارح. فكاتسورا وقتها بينصحه انه ياخد حذره اكتر من كده، خصوصا في ظل وجود شرطة شينسن جومي، واللي كان قالق كاتسورا انه خايف على كينشين يموت بسبب تهوره ده، لان الشرطة اللي بيقول عليها دي ومجموعة تاني اسمها الذئاب التابعة لمجموعة شاجون فيها اقوى مقاتلين ساموراي البلد ومحدش بيفلت من تحت ايديهم. وبنرجع فلاش باك لسنة فاتت وبنشوف كاتسورا بيتكلم مع مجموعة من الشباب اللي كانوا عاوزين يتمردوا على شاجون وبيتحدوا كلهم مع بعض تحت اسم جماعة شوسو. في الوقت ده جماعة شوسو بيجمعوا الأسلحة اللي يقدروا عليها وبيجندوا أفضل مقاتلين الساموراي اللي بيكرهوا الشاجون لغاية ما بيكونوا الجيش من أفضل المحاربين. وكينشين كان واحد من الساموراي دول. وفي يوم هما بيتدربوا واحد تاني بيتحداه في قتال، بس كينشين بيرفض لأن ما كانش عاوز يدخل في قتال مع واحد من زمايله. بس المعلم اللي بيدربهم بيديله السيف وبيقول له يوري له مهارته. فعلا كينشين ساعتها بيقاتل زميله وبيقطع له هجومه بحركه واحده من السيف وبسرعه جدا، وده بيخلي المعلم ينبهر بيه وبيساله عن اسم الحركه اللي استخدمها دي، وكينشين بيقول له. وكاتسورا لما بيشوفه قد ايه موهوب بيعجب بيه. وفي يوم وليله بقى كينشين من اكتر الساموراي اللي بيعتمد عليهم في العشيره وبيتشهر وسطهم. ومع الوقت كاتسورا كان بيكلفه بعمليات اغتيال علشان عارف انه هينجزها بمهارة وبسرعة ومحدش هيعرف يمسكه فيها. بس كاتسورا بيكتشف ان كينشين مازال قلبه نضيف برغم انه قتل ناس كتيرة. في الوقت الحاضر كان كينشين سهران في نادي بيشرب ساكي وبيفتكر الشاب اللي هو قتله اللي كان بيترجى انه يسيبه يعيش، وده كان الوحيد اللي أثر على حالة كينشين النفسية وخلاه معظم الوقت يأنب نفسه وحاسس بالذنب. ساعتها بتدخل بنت وتقعد في المكان، فبيجي اتنين يضايقوها وكينشين بيقوم يدافع عنهم ويطردهم بره، بس بدل ما يمشوا بيستنوه بره على اساس انهم يتكاتروا عليه ويقتلوه سوا. وكينشين وهو ماشي في الشارع بيحس بيهم ماشيين وراه، فبيحذرهم ويقول لهم ينجوا بحياتهم احسن، بس هم ولا كأنهم سمعوا حاجه. وفي اللحظه اللي بيجوا عليه فيها بيظهر ساموراي مقنع وبيقتلهم بسرعه جدا، وبيتظاهر لكينشين ويهاجمه بشكل مباشر زي ما يكون ما كانش عايز حد يقتل كينشين غيره هو. وبعد شويه قتال كينشين بيعرف يقتله. في اللحظة دي بيتفاجئ بالبنت اللي شافها من شوية واقفة قدامه وشافته وهو بيقتل الساموراي وبتقع مغمى عليها من الصدمة بعد ما دم الساموراي بيجي عليها ويغرق الكيمونو بتاعها. ساعتها كينشين بياخدها ويرجع بيها على المقر بتاعهم علشان تكون في امان لغاية ما حالتها تتحسن. وتاني يوم الصبح كينشين بيلاقيها بتشتغل مع الناس وبتساعد في أعمال البيت من طبخ وما شابه. وساعتها لما بيتكلم معاها بيعرف ان اسمها تومويو وبتقرر انها تفضل عايشة في المبنى ده مع الباقيين. وكينشين بيرفض في الاول وبيقول لها ترجع لعيلتها احسن لها، بس تومويو بتقول له ان ملهاش حد خالص، فبيوافق ساعتها انها تستنى وبتروح تكمل شغلها بعد كده. وده بعد ما بتسأل كينشين هو كان هيقتلها هي كمان فعلا لما كان رافع السيف ناحيتها، بس كينشين مش بيرد عليها لانه تحول لانه ما بقاش يفكر غير في طرق مختلفة لقتل الناس طول الوقت. وبالليل كاتسورا بيجيله اخبار عن الناس اللي قتلهم كينشين امبارح،
وبيفتكر ان في خاين في مجموعتهم. بس ده مش بيأثر على ان كينشن يبطل قتل، بالعكس ده بيروح يكمل على باقي مجموعة شاجون اللي كانوا متجمعين وقتها. تومويو كانت كل يوم بالليل قبل ما تنام بتكتب مذكراتها واللي بيحصل طول اليوم، وكانت بدأت تتعود على ان كينشن بيرجع كل يوم ايديه غرقانة بدم اللي قتلهم، وما بقتش بتسأل ولا تشغل نفسها هو قتل مين ولا ليه. واللي بيحصل في الفترة دي انها بدأت تشتغل اكتر في المقر وتاخد بالها من كينشن اكتر، لغاية ما الكل بيفتكروا انها زوجته من كتر ما هي بتعمل له طلباته وهي اللي بتحضر له الاكل. بس اللي كانت صورة بيستغرب له انه عمره ما شافها بتضحك ولا حس انها بتعمل كل ده من دافع الاهتمام والحب، وبدأ يحس ان في حاجة وراها. وعلشان يتأكد بيخلي رجالته يدوروا وراها، إذ ربما تكون جاسوسة لجماعة شاجون. بس شكوكه دي بتختفي لما مش بيقدروا يوصلوا لأي معلومة عنها خالص. وفي اليوم ده واحد من صناع السيوف بيدي كينشن سيف جديد من أحسن السيوف اللي عملها. وتاني يوم بتروح مع كينشن مهرجان في المدينة، وهما بيتفرجوا على الأطفال اللي بيعملوا مسرحية بتسأله لو كان ناوي لسه إنه يقتل ناس تانية علشان يوصل لهدفه. وساعتها كينشن بيقول لها إنه هيقتل أي حد لغاية ما ينظف البلد ويسود فيها الأمان والاستقرار. في الوقت ده كانت الشرطة قبضت على كام واحد من زمايل كينشن وبيعذبوهم، لغاية ما واحد منهم بيقول على المعلومات اللي عنده وإن جماعة توشوسو بيخططوا إنهم يحرقوا القصر الإمبراطوري ويخطفوا الإمبراطور وياخدوه منطقتهم. وساعتها الأوامر بتكون إنهم لازم يقبضوا على جماعة توشوسو بأي طريقة، صحيين أو ميتين. وبالليل كان كينشن ماشي في المدينة يفكر في كلام تومويو، لغاية ما بيتفاجئ بواحد من زمايله جاي يجري وبيقول له إن الشرطة هتهجم على مقر الجماعة. وعلى ما كينشن بيجري على المقر كان جماعة شوغان وصلوا وبيهجموا على المتمردين، وبتدور بينهم معركة شرسة بيموت فيها عدد كبير من المتمردين. واللي بيحاولوا يهربوا منهم بيمسكهم شوجي أوكيتا ساموراي من الشرطة. وفي اللحظة اللي كان هيقتل فيها الراجل كان كينشن وصل، وبتقوم بينهم الاتنين معركة صعبة وكينشن بيقتلوه. وقتها بيوصل قائد الشرطة ومعاه مجموعة من الساموراي وكانوا هيقتلوا كينشن، لولا انه كانت صورة ومجموعة معاه وصلوا. وبيقول لكينشن يهرب من المكان هو، بس هو مش بينفذ الكلام. ومعركة شرسة وعنيفة جدا بتقوم بين جماعة توشوسي والشرطة، وكانت النتيجة ان المدينة ولعت من كتر اعمال الدمار اللي حصلت بسبب قوات شاجون. وساعتها عدد كبير من قوات الشرطة انتشرت في المدينة وأجبروا المتمردين إنهم يهربوا ويستخبوا. وبسبب اللي حصل ده كل رجالة توشوسو كانت أعصابهم تعبانة ومتوترين جدا. حتى كينشن اللي كان قاعد وتومويو بتروح تغطيه بيهجم عليها بالسيف وكان هيقتلها، ما كانش مستوعب اللي بيحصل وفاكر إنه لسه في المعركة. ولما بيلاقي إن دي تومويو بيعتذر لها ويفتكر كلامها معاه قبل ده ما يحصل، وإنه هيفضل يقتل لحد إمتى. وبعدها بوقت بسيط سايتو وقوات شين سانجومي بيهاجموا بيت المتمردين اللي كان فيه كينشن وتومويو، فكينشن بياخدها ويهربوا بسرعه. وتاني يوم بيقابل كاتسورا في السوق، وساعتها بيقول لكينشن انه يستخبى اليومين دول ويختفي عن الانظار لغايه ما الدنيا تهدى. وبيطلب من تومويو انها تروح مع كينشن وتمثل انها زوجته الفتره دي علشان محدش يشك فيهم. وبعد ما كاتسورا بيمشي كينشن بيطلب من تومويو انها تبقى زوجته فعلا، مش مجرد تمثيل وخلاص، وانهم يكملوا حياتهم مع بعض. ولما تومويو بتوافق وهي مبسوطه بيروحوا هما الاتنين لقريه بعيد عن المدينه ويسكنوا في كوخ قديم هناك، وبيساعدوا بعض لغايه ما بيرتبوه ويعيشوا في سلام وسعاده عمر كينشن ما حس بيها قبل كده. وبعدها بكام يوم إيليزاكا واحد من المتمردين زمايله بيعدي عليه وبيسيب له فلوس علشان يعرف يعيش بيهم الفترة اللي جاية. وبعدها بيمشي يروح على مكان تاني، بس مش بياخد باله ان في حد كان بيراقبه وماشي وراه خطوة بخطوة. وبيتضح ان إيليزاكا طول الفترة دي كان هو الخاين وبيبلغ عن شوسو، لانه كان يتعاون مع جماعة يامونوبو اللي يعتبروا اكتر جماعة موالية لجماعة شاجون. ولما بيروح يقابل تاتسومو قائد الجماعة دي بيبلغه بمكان كينشن. وساعتها الراجل اللي كان ماشي وراه كان بيتجسس عليهم من بره علشان يعرفوا بيخططوا لايه. وفي الوقت اللي كان ماشي علشان يروح يبلغ كاتسورا بالمعلومات دي بيتفاجئ بواحد من يامونوبو بيهاجمه وبيقتلوه. ساعتها إليزاكا بيقلق ان بالشكل ده جماعة توشوسو عرفوا بيهم، وكان خايف لانهم كده عرفوا انه الخاين. فتاتسومو بيبعت اصغر واحد من المقاتلين اللي معاه لبيت كينشن علشان يقابل تومويو. فعلا تاني يوم إينيشي بيروح لبيت كينيشي وبيقابلها، وبنتفاجئ انها تبقى اخته الكبيره، وبيقولها انه عاوز يساعدها علشان تنتقم من كينشن. في الوقت ده كان كينشن راجع من السوق لما بيشوف إينيشي خارج من البيت وبيهرب بسرعه. وساعتها تومويو بتقول له انه اخوها الصغير، وبتحكي له بقى كل حاجه عن ماضيها وعيلتها، وان امها ماتت وهم صغيرين وابوهم هو اللي رباهم لوحده. وعشان إينيشي كان مفتقد حب امه كان طول الوقت بياخد قرارات غلط. وبتحكي له كمان انها كانت مخطوبه لساموراي شاب وقبل زواجهم بكام يوم اتقتل. ولما بيشوف الحزن في عينيها بيواسيها وبيوعدها انه مش هيقتل حد تاني ابدا علشان تكون مبسوطه ومرتاحه. وتاني يوم تومويو بتكتب اخر صفحه في مذكراتها وبتاخد السيف بتاع كينشن وتروح تقابل اخوها في مقر يامونوبو. وبيطلع ان تومويو كانت فعلا جاسوسه ليهم، وكانت طول الفتره دي بتقرب منه علشان تعرف نقاط ضعفه ويعرفوا يقتلوه.
ولما بتوصل لمقر الجماعة دي بتتفاجئ ان مفيش حد موجود غير تاتسومي، وساعتها بتعرف انه بعت رجالته ورا كينشن علشان يقتلوه من غير ما هي ما تعرف، لانه عرف انها بتبلغهم معلومات غلط عن كينشن لانها وقعت في حبه. في الوقت ده كان كينشن صحي من النوم، ولما ملقاش تومويو في البيت بيخرج علشان يدور عليها في الغابة. لما بيتفاجئ بإليزاكا بيقول له انها جاسوسة وكانت بتقرب منه علشان يعرفوا يقتلوه، وكمان بيقرا مذكراتها علشان يتأكد بنفسه انه بيقول الحقيقة. وساعتها كينشن بيدخل يدور على المذكرات دي، ولما بيقراها بيعرف ان الساموراي اللي قتله قبل كده اللي كان بيترجاه انه يسيبه يعيش علشان يحمي اللي بيحبها هو نفسه خطيب تومويو. وساعتها كينشن بيتضايق جدا ان البنت الوحيده اللي حبها طلعت كانت بتضحك عليه علشان تنتقم منه لموت خطيبها. في الوقت ده كانت تومويو فهمت اخيرا ان تاتسومي كان بيستغلها بس علشان يوصل لكينشن ويقتله، فبتتعصب عليه وبتهجم عليه بالسيف علشان تقتله، بس هو بيتفادى الضربه ويوقعها على الارض. ساعتها كان كينشن ماشي في الغابة لما واحد من رجالة تاتسومي بيهاجمه وبيصيبه بكام سهم، ولما بيتأكد ان اصابه فعلا بيقرب منه بسرعة علشان يقتله، بس كينشن في حركة سريعة بالسيف بيقطع له ايده. ولما بيحاول يهرب من كينشن ويدخل منجم قديم كينشن بيطارده، بس الراجل ده بيفجر المنجم وبيموت، ومع ان الانفجار كان قريب من كينشن الا انه مش بيموت وبيتصاب بس. ولما تاتسومي بيسمع صوت الانفجار بيعرف ان كينشن لسه عايش، وبيأمر رجالته انهم يطاردوه ويقتلوه، وفعلا بيوصلوا له وبيهجموا عليه مره واحده، بس كينشن بيقدر انه يتغلب عليهم ويخليهم يفجروا نفسهم ويموتوا، مع ان ما كانش عارف يقتلهم بكل قوته في الاول بسبب اصابته وانهم هجموا عليه سوا. بس في الانفجار ده كينشن بيتصاب تاني وما كانش قادر يمشي، فبيتسند على السيف بتاعه زي العكاز وهو ماشي. ولما تاتسومي بيعرف بعزيمه رجالته بيواجه كينشن بنفسه وبيسحب سيفه ويهجم عليه، ومع ان كينشن ما كانش شايف كويس بيدافع عن نفسه وبيتصدى لتاتسومي، بس بيتصاب اكتر من ضرباته. في الوقت اللي كانت تومويو بتحاول تخرج من الكوخ بعد ما تاتسومي عذبها علشان تساعد كينشن، وفي اللحظه اللي تاتسومي بيسدد فيها ضربه لكينشن وكان هيقتله خلاص، تومويو بتظهر فجاه وتدافع عن كينشن وتقتل تاتسومي بسيفها في نفس اللحظه اللي كينشن كان بيضرب تاتسومي بسيفه، والضربه بتيجي في تومويو وتصيبها اصابه شديده. وساعتها نظره بيرجع له وبيفتح يلاقي تومويو بتموت وفي اخر نفس ليها، وبتعتذر له وبتعمل له علامه بالسيف على وشه علشان يفضل فاكرها وبتموت. وكينشن بيتقبل بصعوبه حقيقه ان البنت الوحيده اللي حبها ماتت بسيفه بين ايديه. وبعدها بكام يوم كاتسورا بيجي لكينشن وبيقول له ان الخاين الحقيقي اللي كان في وسطهم هو إيليزاكا، وانه بعت وراه مجموعه من الساموراي علشان يقتلوه. بس كينشن بيقول له انه هيفضل يقاتل لاخر نفس فيه لغايه ما يحققوا هدفهم ويقضوا على الخونه، بس بعدها مش هيرفع سيفه على حد تاني ابدا. وبعدها بيرجع يكمل قرايه مذكرات تومويو، وبيعرف انها فعلا لما اتعرفت عليه كانت علشان تنتقم منه، بس مع الوقت بدات تحبه ومشاعرها اتغيرت. وفي الاخر بيولع في الكوخ ومعاه جثتها وبيمشي. وبعدها ب4 سنين كان كينشن بيحارب مع قوات الامبراطوريه ضد جماعه شاجون، وبسبب مهارته الاسطوريه وسرعته بيقدر يتغلب على اغلب الجيش ده لوحده. وبعد ما القوات الامبراطوريه بتكسب الحرب دي اخيرا اليابان بتبدا مرحله جديده، وبعدها واحد من الجيش بيطلب منه انه يحارب معاهم تاني الفترة اللي جاية وهم بيقضوا على كل رؤوس الفساد، بس كينشن بيرفض وبيسيب سيفه وبيمشي، وبيقول كده انه بالشكل ده نفذ وعده لتومويو. وبكده يخلص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش الدعم باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو بنعمله.